الحالة الأولى في الدقيقة 29، هجمة لصالح فريق ليفربول، تمرر فيها الكرة إلى الحدود منطقة جزاء فريق ريال مدريد باتجاه لاعب ليفربول رقم 8 سوبوسلاي، الذي يسدد الكرة قوية بيمناه، يتحرك إليها تشوميني من خارج منطقة جزاء إلى باتجاه الكرة المسددة، ويمد قدمه وساقه اليمنى في محاولة للتصدي للكرة التي لامست سطح ركبته وتابعت طريقها باتجاه كف اليد اليسرى التي قامت شوميني عند عملية التسديد بعملية ضب اليد إلى الجسم مع الاستدارة في محاولة لتحاشي اصطدام الكرة بوجهه، وتابعت طريقة طبعا بعد أن لمست الكرة كف اليد اليسرى. الحكم احتسب ركلة حرة لوجود لمسة يد خارج منطقة الجزاء. الفار قام بعملية التحقق هل كانت لمسة اليد كانت داخل منطقة الجزاء أم خارجها. بطبيعة الحال كانت داخل منطقة الجزاء، إلا أن أثناء التحقق من الحالة تبين بأن عملية اللمس موجود، لكن اليد قامت شوميني بعملية تحريك يده باتجاه الجسم تماما، وبالتالي وقام بعملية الالتفاف في محاولة لتفادي عملية لمس الكرة باليد. اللمس حصل، لكن لا وجود لمخالفة، لأن اليد كانت في وضعية طبيعية ولم تجعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي. يضاف أن اليد لم تقم بأي حركة إضافية تجاه الكرة لمنعها من المرور. هنا قام الحكم بإلغاء قراره الأول بوجود لمسة يد، واستأنف اللاعب بإسقاط الكرة داخل منطقة جزاء لحارس مرمى ريال كورتوا، فكان قراره صحيحا.